نتائج الانتخابات، لأننا نحترم إرادة الشعب، والشعب هو حر في اختيار نواب في البرلمان وقيادات وأعضاء الحكومة والرئيس الدولة. ولذلك نحترم. مثلا أنا بحكي لك وكلمك حول حتى يعني النهوض القوى الإسلامية والتيار الإسلامي، مثلا انتخابات في أراضي الفلسطينيين، وأنتم تعرفون أن فازت حركة المقاومة الإسلامية حماس، ونحن فورا يعني أعلنا عن احترام النتائج الانتخابات للشعب الفلسطيني. ويعني تم أكثر من لقاء مع القيادات في حماس. القوى تتمتع بشعبية وبدعم في المجتمع الفلسطيني. نفس الشيء في مصر، ونفس الشيء في مثلا تونس. أنا كنت في تونس مؤخرا كمان، التقيت مع ممثلي القيادات في حركة النهضة، ونفس الشيء في الأردن وفي المغرب. ونحترم النتائج في الانتخابات الشعبية العامة وإرادة الشعوب العربية. لكن بعض الإسلاميين